عندك الم في ظهرك، الالم دوت عامل لك تسميع في رجلك، بتتفرج على الفيديوهات بتاعتنا شكيت ان ممكن يكون عندك انزلاق غضروفي، بتيجي هنا المعضله، هل اعمل رنين مغناطيسي قبل ما اروح للدكتور عشان اروح للدكتور توفيرا للوقت يقول لي على طول التشخيص بتاعي، ولا ممكن اروح للدكتور ما يحتاجش ان انا اعمل رنين مغناطيسي اصلا؟ انا النهارده في الفيديو جاي اوفر عليك فلوس كتير ان شاء الله، وخليك في حالات كتير جدا مش هتحتاج لرنين، وتحدد مستوى الانزلاق الغضروفي بتاعك اللي عندك في الفقرات القطنيه بشكل واضح جدا، عشان انا ابقى وفرت عليك فلوس وطمنتك على ما تروح للدكتور. هذا الفيديو سيجعلك خبير في الانزلاق الغضروفي زي ما انت عارف دايما في مصر كلينيك، ولكنه لا يغني ابدا عن زياره الدكتور سواء كان دكتور العظام او دكتور العلاج الطبيعي. هذا الفيديو دسم جدا، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا ابطال عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي. المقدمه السريعه للناس اللي مش متابعه فيديوهات الغضاريف بتاعتنا، الفقرات القطنيه بتاعتنا بشكل عام هم 5 فقرات، L1 2 3 4 5، ولو عايز تعرف سبب التسميه والحاجات دي كلها كنا وضحنا فيديوهات ارجع لها. ما بين كل فقره والثانيه في غضروف مكون من حلقات غضروفيه. لو حصل لك انزلاق غضروفي حاجه زي اللي موجود عندنا بالشكل ده، ممكن يحصل على اكتر من مستوى طبعا وانت عارف ده كويس، ولكن على حسب المستوى اللي يحصل فيه الانزلاق الغضروفي ممكن يحصل لك مكان الم اسفل الظهر هيكون عامل ازاي، والتسميع بتاع اعصاب رجلك هتكون عامله ازاي. دايما بقول ان الانزلاق الغضروفي بيعمل التهابات في المنطقه، طب على حسب العصب اللي حاصل فيه التهابات، على حسب التسميع او الالم اللي العصب دوت بيغذيه هيبدا يحصل لك، وبناء على ذلك هيحصل لك نوعين من الاعراض. النوع الاول اعراض حسيه، النوع الثاني اعراض حركيه. الاعراض الحسيه دي نتيجه تاذي العصب اللي هو اكيد بيدي احساس لمناطق معينه، وطبعا الاعصاب دي كتير ومستوياتها مختلفه وده اللي هنبدا نعرفه دلوقتي. الالام من النوعيه دي هتكون بطريقه الم او وغز او شكشكه او خضران او تحس ان في سيخ نار ماشي في رجلك، كل دي حاجات الام عصبيه تعرف ان في ضغط على العصب، وده يقول لك ان انت عندك انزلاق غضروفي، لكن طبعا لسه ما قالكش انت عندك انزلاق غضروفي فين. والحاجه الثانيه ان يكون عندك اعراض حركيه او مشاكل في العضلات من ضعف عضلات وغيره، ونبقى عارفين في المرحله دي ان الانزلاق الغضروفي هو مستوى متقدم شويه، وبرده في الفيديو هقول لك ازاي تعرف مكان الغضروف بالظبط. وقبل ما ابدا اقول لك الاعراض بتاعت اماكن الغضروف عشان تعرف اصلا اذا كان عندك غضروف ولا لا، ارجع للفيديو ده بتاعنا عن الانزلاق الغضروفي، فيه 2 سبيشال تيستنج او اختبارات تعرفك اذا كان عندك غضروف ولا لا. شوف الفيديو ده في الاول لو ما شفتوش عشان تعرف اذا كان عندك غضروف ولا لا، ثم ارجع للفيديو ده عشان تبدا تحدد مكان الغضروف بالظبط. طبعا منطقه اللامبوسيكرال سباين او منطقه الفقرات القطنيه والفقرات العكسيه فيها حاجه بنسميها اللامبوسيكرال بلكسس او المنطقه او الضفيره العصبيه اللي موجوده في الحته دي، اللي بتدينا الاعصاب اللي موجوده في المنطقه دي كلها. ولذلك هنقسم منطقه الفقرات القطنيه عامه بتسميع الاعصاب بتاعتنا ل6 سيجمنتس او 6 حتت، L1 وL2 وL3 وL4 وL5 وS1. دي 5 اماكن او 5 حتت فيها جذور عصبيه، لما يحصل ضغط على كل جذر عصبي هيحصل لك الاعراض اللي هقول لك عليها دلوقتي. لو حصل لك الديسك كان على مستوى L1 سيجمنت او السيجمنت بتاعت L1 هيحصل لك الم في منطقه الانجوينال اريا او منطقه اعلى الفخذ من الداخل، المنطقه بتاعت العضلات الضامه. ولو حصل ضغط اكتر على المنطقه دي وبدا يحصل ضغط على الاعصاب جامد وضعف في العضلات، هيحصل ضعف في عضلات الهيب فليكسورز او عضلات ثانيه الحوض، حركه زي ان انت تتني ركبتك وتوديها ناحيه جسمك لفوق هتكون صعبه شويه. لو حصل ضغط على الجذر العصبي الثاني بتاعنا اللي هو L2، الالم او التسميع هتلاقيه نزل لتحت شويه في الفخذ، يعني ممكن تلاقيه موجود في نص الفخذ مثلا او بالجنب شويه، وبرده لو الضغط زاد شويه ممكن يعمل ضعف في عضلات الهيب فليكسورز او عضلات اللي بتتني الحوض. فنقدر نعتبر بالنسبه لك كغير متخصص L1 وL2 متشابهين جدا، مش هتعرف تفرق ما بينهم، الاثنين هيعملوا لك الم في الفخذ من قدام وضعف في عضلات الهيب فليكسورز لو الموضوع شدد شويه. لو حصل ضغط على L3 سيجمنت هيحصل لك الم او تنميل او وغزه او الاعراض العصبيه بتاعتنا دي في اسفل الفخذ بشكل عام، الفخذ من قدام بس من تحت شويه قرب الركبه، وبرده بالجنب من تحت، الجزئيه اللي بتبقى حاطط عليها ايدك كده وانت قاعد في جلسه الصلاه. ولو الضغط استمر وزاد واثر لي على اعراض عضليه هيعمل لي ضعف في عضلات الهيب فليكسورز برده، بالاضافه لكده وده اللي بيميزها هي عضلات الني اكستنسورز او عضلات الرباعيه الاماميه او عضلات الكوادريسبس هيحصل فيها ضعف. فمثلا طلوع ونزول السلم هيبقى عندك فيه صعوبه شويه، لو بتلعب كوره هتحس ان شوطه الكوره مش زي الاول، كل دي اعراض تخليك تفكر ممكن يكون عندك ضغط عصبي على L3. لو عندك ضغط على L4 فهتبدا تحس بالالم والوغز والخضران والكلام ده كله في القدم والرجل بشكل عام من الداخل. والعضلات اللي ممكن تضعف لو الضغط استمر شويه عضلات الدورس فليكسورز او العضلات اللي بتاخد مشط رجلك لفوق، اكنك هتحاول تمشي على كعوب رجلك. عشان كده من الاختبارات الشهيره جدا اللي بنعملها عشان نتاكد ان مفيش ضغط على L4 بنخلي المريض في العياده يمشي على كعوب رجله، لو قدر يمشي على كعوب رجله وهو محافظ على مشط رجله لفوق فده معناه ان L4 كويسه وما فيهاش مشاكل او ضغط عصبي جامد عليه. مع ذلك ممكن يبقى في ضغط خفيف واصل ان هو عامل اعراض حسيه ولسه مش اعراض عضليه. اما بقى لو عندك ضغط على L5 فده يعمل لك مشاكل حسيه بين وغز والام وحاجات زي اللي قلنا عليها دي، بس في الرجل والقدم من الخارج. ولو الضغط زاد شويه وعمل لي اعراض عضليه هيأثر لي على عضلات السمانه او البلانتر فليكسورز، فان انت تيجي تشب على رجلك او تمشي على طراطيف صوابعك او اطراف اصابعك مش هتعرف تعمل الحركه دي. اما بقى لو في ضغط على S1 فالقدم من تحت خالص والجزء الخارجي بالذات صباعك الصغير هتحس ان في شكشكه او وغز او تنميل.
فلو جت اعراض عضليه عندنا ده هياثر برضو على عضلات السمانه او عضلات اللي بتعمل بلانتر فليكشن، والحركه اللي بنسميها ايفيرجن، او ان انت تبدا تطلع القدم بتاعتك للخارج بالشكل ده. كده انت من خلال الفيديوهين بتاعنا عرفت تشخص نفسك بالانزلاق الغضروفي بشكل بسيط، وعرفت دلوقتي مكان الغضروف فين بالظبط. طبعا انت دلوقتي في الغالب لو حالتك مش شديده، وهتعرف ازاي شديده من متطلبات الجراحه، وده الفيديو اللي جاي ان شاء الله، مش محتاج تعمل اي رنين مغناطيسي ان شاء الله، الا في حاجات قليله جدا جدا ممكن الدكتور يطلبها منك. فانت دلوقتي هوفر عليك فلوس كتير جدا خاصه بالرنين، وبقيت مطمن لحالتك وعارف الضغط عندك فين بالظبط. بس الجود نيوز واخبار الكويسه ان العلاج الطبيعي بيحسن جدا جدا من حالات الانزلاق الغضروفي. ففي نهايه الفيديو هقول لك لو انت حابب تنورنا في العياده في مصر كلينيك مكانك في اي وقت، هنبدا ناخد المعلومات دي بقى بشكل تطبيقي ونحطها لك في بروجرام تاهيلي وعلاج طبيعي، عشان ياخدك من النقطه اللي انت فيها دلوقتي في الالام الشديده اللي موجوده في ظهرك ورجلك دلوقتي، الى ان شاء الله ان شاء الله الام رجلك تختفي تماما والام ظهرك تقل تماما الى ان تختفي. ولو انت من بره مصر وحابب تتواصل معايا شخصيا تستشيرني في حالتك، فعندنا خدمه الاستشارات الاونلاين، وكل التفاصيل بتاع الحاجات دي كلها هتلاقيها تحت في الديسكربشن. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله يا ابطال. السلام عليكم.